السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد. فرنسا المرشح الأول للفوز بالمونديال رسميا بتخرج من الدور قبل النهائي على إيد المنتخب الأسباني اللي النهاردة كان قادر حرفيا إن هو يبلع المنتخب الفرنسي وما نشوفش أي خطورة على الإطلاق من أقوى ترسانة هجومية موجودة في المونديال. اتكلمنا كتير عن أسبانيا، قلنا إن هي مش أسبانيا بتاعة اليورو وإن هي مش بنفس القوة اللي هي موجودة فيها، حتى اللعيبة اللي فيها مش بنفس المستوى القوي اللي هم كانوا موجودين فيه على مدار الموسم اللي فات. ولكن مع ذلك الشخصية الأسبانية كانت قادرة إنها تكون حاضرة وبقوة وبتقدر إنها تعبر بأسبانيا وتوصلهم للنهائي. لكن علامات استفهام كتيرة قوي موجودة على منتخب فرنسا. فين منتخب فرنسا؟ يعني الفرنسيين النهاردة ما قدروش إن هم يقدموا أي شكل من أشكال الكورة رغم كل الأسماء اللي موجودة عندهم، برغم كل العناصر الهجومية اللي موجودة عندهم، بس مفيش كورة، زيرو كورة، زيرو خطورة على الجون بتاع اسبانيا، مفيش اي حاجة خالص. اعتقد ان وقت ديديه ديشامب مع المنتخب الفرنسي خلاص كده انتهى، وهم دلوقتي محتاجين ان هم يعملوا تجربة جديدة. ديديه ديشامب ما بيقدمش كورة كويسة من المنتخب الفرنسي من زمان جدا، من اول ما مسك، رغم ان هو كسب كاس عالم ووصل نهائي كاس عالم، لكن مع ذلك ما بيقدمش افضل كورة موجودة، وعنده سلبيات كتيرة. زي مثلا النهاردة كده ان هو بنشوف كوني اللي عامل بطولة حلوة معاه جدا بيقرر النهاردة ان هو هيقعده ويلعب تشاوميني، وكانت النتيجة ان نص ملعب فرنسا يكون مش موجود. انت عندك نص ملعب مكون من رابيو اللي معرفش هو موجود ليه اساسا، هو متهيألي ان هو موجود علشان يبقى بس معاهم لاعب ابيض في التشكيلة وخلاص، واللاعب التاني في نص الملعب تشاوميني اللي ما كانش موجود اساسا النهاردة. فنص ملعب فرنسا تقريبا ناس هيجي. والصراحة برضو هما كانوا غير موفقين في بعض التفاصيل، اهمها طبعا هي اصابة صليبة واحد من اهم المدافعين اللي موجودين، واكيد هو اهم مدافع موجود في المنتخب الفرنسي باكمله، بيخرج. وارسنال تقريبا هيخش الموسم من غير لعيبه اساسا. المنتخب الفرنسي النهارده كان بيعاني ما بين مدرب بياخد قرارات غلط، ما بين لعيبه نسيت تيجي الماتش، وما بين عدم توفيق كان موجود. على الجانب الاخر اسبانيا اللي بتثبت قد ايه هي منتخب عنده شخصيه قويه جدا، برغم اصلا العناصر اللي موجوده عنده كلها شباب، ولكن ناس عندها شخصية، ناس قدرت ان هي تلعب كورة وتفرض شخصيتها في الملعب وتسيطر على منتخب من المنتخبات اللي صعب جدا ان انت تسيطر عليها. فمن اول دقيقة في الماتش هتلاقي اسبانيا هي اللي هجمة، اسبانيا هي اللي ماسكة كورة، هي اللي بتعمل خطورة الى ان بتجيلهم ضربة جزاء وبيقدروا ان هم يسجلوها. ضربة الجزاء برضو اللي تصرف غريب جدا من لوكا دين، اللي قرر ان هو يشتت الكورة رغم ان الكورة يعني لامين يامال لمسها وبعدت. كان في ممكن ثانيتين كده المفروض ان هو كان يكون مركز اكتر من كده ويقدر ان هو ياخد رد فعل تاني غير اللي خده، ولكن هو خلاص كان مدي اشاره، يعني المخ عنده ادى اشاره للرجل ان هو هيشوط الكوره، فلقى لامين يامال اللي قدامه، قام شايط لامين يامال واتحسبت ضربه جزاء، واوريا زبال قدر ان هو يجيبها. من بعد الجون الاول لاسبانيا قلنا المفروض ان الماتش كده هيبدا ان هو يسخن، المنتخب الفرنسي هيبدا ان هو يرد، ولكن اللي حصل كان هو لا شيء من منتخب فرنسا، واستمرت المباراة اسبانيا هي اللي فضلت ماسكة الكورة، وهي برضو اللي بتحاول، وهي اللي عاملة خطورة. حتى مع انتهاء الشوط الاول وبداية الشوط الثاني انتظرنا برضو ان يكون في خطورة اكتر، يكون في تبديلات، يكون في يعني اي حاجة تحصل تحرك الدنيا شوية في المنتخب الفرنسي. لكن مفيش، في تبديلات حصلت ولكن اللاعب اللي بينزل بيكون بنفس المستوى اللي موجود في الملعب. يعني مفيش حضور ذهني على الاطلاق، اللعيبه الحضور الذهني بتاعها كان صفر، حاجه غريبه جدا. يعني منتخب فرنسا من اول البطوله احنا ما شفناهوش بهذا المنظر خالص، التركيز مش موجود، لدرجه ان في الجون الثاني المدافعين بيسيبوا بيدرو بورو بيخش وسطيهم وبيجري، مفيش اي مدافع بيفكر ان هو يجري معاه، ده مفيش تركيز خالص، مش شايفين اللاعب اللي بيجري، الباصه اتعملت هما وقفوا خلاص عشان اسبانيا تسجل الثاني وتقدر ان هي تقتل الماتش خلاص. حتى بعد الجون الثاني يعني عصام الشوالي قاعد يقول لك افتكروا نهائي لوسيل، فرنسا قادره ان هي ترجع وكل الكلام ده، وفعلا هو عنده حق، فرنسا كان يعني عندها عناصر قادره ان هي ترجع بيهم، لكن مفيش اي حاجه. فرنسا اساسا ما بتهجمش عشان ترجع، غير هم كام هجمتين على استحياء كده وخلاص، اللي هو يبقى اسمنا شوطنا على الجون كام شوطه، عشان لما الاحصائيات تيجي نقوله يا والله بس لو كانت كوره من اللي شطناهم دول كانت جات جون كانت هتفرق معانا. لكن الكلام بقى الحقيقي واللي على ارض الواقع ان مباراه تدرس للمنتخب الاسباني ان هو ازاي قدر يبلع واحد من اقوى المنتخبات ويخليه مش موجود، ويخلي منظرهم يعني اللي هو اقل من اقل فريق كان موجود في البطوله. اسبانيا بتقدر ان هي توصل للنهائي، وفي انتظار الفائز من مباراه
الارجنتين وانجلترا، اللي طبعا انتوا عارفين احنا هنشجع مين فيها. عارفين بقى يا جماعه ايه اللي بيضايق الواحد وهو بيتفرج على ماتش زي ماتش اسبانيا وفرنسا دي؟ ان اسبانيا دي قبل كاس العالم كنا بنلعبوهم في اسبانيا وتعادلنا معاهم 0-0، يعني بنلعبوهم على ارضهم وما قدروش ان هم يجيبوا فينا جوان. ولكن خلاص مش هنبكي على اللبن المسكوب يعني، عشان احنا بكينا بما فيه الكفاية. ان شاء الله اكيد في بطولات جاية كتير للمنتخب يقدر ان هو يكسبها ويعوضنا، بس يا رب بس ايه ما تكونش دي صحوة كده بسيطة ونرجع نلاقي نفسنا بنخسر من افريقيا الوسطى وبنتعادل مع زامبيا والشغل التعبان ده. وبس كده اعزائي المشاهدين، دي كانت شوية دردشة سريعة كده عن مباراة هي الاغرب بالنسبة لي في كاس العالم لغاية دلوقتي. مباراة كانت المفروض ان هي قدام قوتين جبارين، فجأة لقينا منتخب فيهم تقريبا نسى ان هو يجي. والتساؤل اللي عندي بقى لغاية دلوقتي، هل المنتخب الفرنسي الصحف بتاعته هتعامل اللعيبة على ان هم فرنسيين وخسروا، ولا على ان هم مهاجرين وافارقة وشايف الافارقة ضيعونا ازاي؟ هنشوف بقى ايه اللي هيحصل، واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.